بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة دايما يا رب. فيديو دي ان شاء الله هعمل لكم فكرة حلوة من طرحة قديمة عندكم في الدولاب. دوروا عندكم في الدولاب واي طرحة قديمة، تعالوا اقول لكم هعمل لكم منها ايه. تمام. دي طرحه زي ما انتم شايفينها كده، مشجره فيها نقشه حلوه بس جميله جدا برضو، بتنفع. ده اللي شجعني ان هي اعملها الموديل اللي انا هقول لكم قدامكم. دي طولها 190 في العرض بتاعها بتاع اكتر من متر. تمام. والطرحه دي او الموديل ده ليه قصه انا هقولها لكم احنا شغالين مع بعض. طولها 118، عرضها 118. ماشي. وهنا طولها كده 190. يعني ال 190 لو قسمناهم كده هيبقى طول البلوزه 80 سنتي. ده هيبقى طولها 80 سنتي. انما لو عملناها كده يبقى ده هو اللي طولها، هيبقى طولها متر وكان ممكن اعملها الطول ده اللي هو متر و18 او متر و20. بس المشكله من هنا ان ده بتمط كده فهتبقى لتحت، فاحنا كده مجبرين ان احنا نعملها. وكمان الكوريشه بتاعتها بالطول، فاحنا هنعمل حسب الكوريشه بتاعتها. يعني كده بعد ما نطبقها، بس انا هطبقها على الظهر عشان لما اعمل الطباشير كده اهو الطول بتاعها كده. وهنا كده هيبقى كده طول البلوزه 80 سنتي. تمام. دي طرحه خفيفه كنا هنكمل بيها بلوزه، فالقماشه اللي هي كانت هتعملها واكمل من دي بلوزه لقيتها عضت، فقلنا دي هنعملها بلوزه تانية خالص. هروح هنا بعد ما طبقتها اتنين كده، هروح انا مطبقها بالطريقه دي كده. مره طول ومره عرض. هنا مقفوله الناحيتين وهنا مقفول، وهنا دي مفتوحه اللي هيبقى الديل، وهنا دي اللي هيطلع منها ايه؟ الكمام. مش الكمام، دي اللي هيبقى الدراع، وده هيبقى من الكتف هنا اللي هو على المقفول، بس احنا هنفتح. تمام. احنا كده طبقناها على 4. عايزه اقول لكم الناحيه اللي انا هنعمل منها الكتف دي ممكن تتساب مقفوله، يا دوبك نفتح حاره الرقبه الاماميه والخلفيه ونقفلها من الجناب، وتبقى كده برضو البلوزه ايه؟ فراشه. تمام. بس احنا هنعملها برضو عشان ما تبقاش مدلدله قوي من تحت، واحنا كل ما بننزل من عند خط المفتوح ده اللي هو هنعمل منه فتحه الكم، فتحه الدراع، كل ما تنزلي لتحت شويه بيطول معاكي شويه الطول بتاع الكم. احنا هنا خدنا حاره الرقبه 8 في 3، وبعد كده نزلنا 10 سم او 12 سم بكتير من عند الناحيه المفتوحه، ونمد كده زي ما انتم شايفين ايه المسطره من عند الرقبه لحد تحت. عايزه تاخدي لو حسبتيها نص عرض الكتف ونزلت 3 سم هتلاقيها برضو نفس هي. تمام. الخطوات دي سهله جدا واي حد مبتدئ ممكن يعملها، وفي عمليه في اللبس جدا. بصوا بقى، هي طبعا هي كده ما فيش منها بواقي الا الجزء اللي انا قصيته ده. الجزء ده وانا مش هرميه، انا هطلع منه برضو حاجه دلوقتي واحنا بنخيط هوريها لكم. يعني عندها اكتفاء ذاتي القماشه دي، مش محتاجه اي حاجه. وكمان النقشه اللي فيها مخليها ان تنفع بلوزه عاديه او بلوزه ممكن مع الاكسسوار اللي انت تلبسيه عليها، تبقى حاجه تحضري بيها مناسبه، تكون مناسبه مش بتاعتك، يعني معزومه فيها حد بتاع ابعد شويه يعني من القرايب والكلام ده. تمام. عشان اللمعه اللي فيها بنفرد كده طبقتين، هتبقى الخلف وطبقتين الامام، وهنعمل حاره الرقبه كده زي ما انتم شايفين. احنا هنا هنعمل ايه؟ بنقيس هنا 25 او 30 سنتي الفتحه اللي انت تطلعي منها دراعك دي حسب ما انت عايزاها. وبعد كده نعمل خط كده، نقيس بتاع مسافه تقريبا بتاع شبر، او المسافه اللي انت عايزاها، هي كده كده واسعه. ونعمل خط على ما فيش لتحت، والديل من تحت هو ده المتشطب نفسه، والجراب مشطبه نفسها في ايه؟ في التشطيب اللي هي البرم او المتنيه. يعني اكتر من ان هو خط الكتف والرقبه بس، ونخيط من الجناب على مسافه اللي انت عايزاها. لو حد مليان قوي ممكن يعملها على الطرف، لو حد ان هو مش مليان يعملها على المقاس اللي هو عايزه. تمام.
اول حاجه هنعملها ايه؟ هنعملها الكتف. هنخيط الكتفين ونعمله اوفر، وبعد كده نقلبها على العدله عشان شغلنا كله هيبقى على العدله. القصه ايه بقى بتاعت البلوزه دي؟ هي كانت جايبه لي دي القماشه دي وعايزه تعملها بلوزه، فانا بقول لها البلوزه مش هينفع، عايزه تعملها زي نظام شميز. قلت لها لا مش هتقضي فين الكمام والكلام ده وكده. فجابت لي قماشه من اللي هي طالعه دلوقتي اللي هي المخططه الكوريش اللي هي اسمها فريسكا. قالت لي طب خلاص اعملي لي منها وايه طعمي لي البلوزه اللي هي الفريسكا بدي. كنا هنعمل الكم لحد نص الدراع كده، النص اللي تحت هيتعمل بومبيه من القماشه دي، وهعمل نظام جرافطه منها برضك من القماشه دي. فانا اول ما قصيتها لقيتها القماشه الفريسك دي جت مظبوطه، يعني على قد البلوزه كامله من القماشه دي. فقلت لا طب انا استغل دي اعملها بلوزه فراشه، والتانيه اعملها بلوزه خلاص هي قضت كلها. عرفتوا بقى القصه بتاعت القماشتين ازاي؟ انا هنا بعد ما خططت المسافه اللي انا هخيطها من الجناب طلع ان هي على القلبه، فانا قلت اعدلها واعمل خط كده. عايزه اقول لكم ان ممكن في ناس بتعمل خط بالطول بس تخيطها وتسيب الكم كده، ولكن انا قلت ان انا هقفلها من طول وعرض زي ما انتم هتشوفوا. ليه بقى؟ عشان هي لو لابسه حاجه ضيقه او حاجه ما تبينش تحت الباط من الفتحه اللي هي لو عملنا خط بالطول بس. يعني الخط ده اهو، ده الشبر اللي انا باخده ده اهو، وهعمله ايه الخط بالعرض ده ممكن انا ما خيطوش واعمل الخط الطولي بس. وفي ناس بتلبسها كده، لكن انا هي مش برضك يعني ست مش كبيره، بس يعني ايه من النوع اللي بتلبس الطرح الكبيره، وهو باين اهو ان دي كانت الطرحه بتاعتها، فلازم اعمل لها ايه خط طول وخط عرض. تمام. هي حاجه بسيطه جدا، كل واحده ده الفكره دي هتخليها اني دوري في دولابك وشوفي المركون عندك ايه وطلعيه، والله هو يعني هينقذك من اي مواقف ان انت عايزه تخرجي وعايزه حاجه سريعه تتلبس. هتفيدك جدا، وبالذات لما يكون الوان كتير تقدري تلبسيها على كذا حاجه. والسوده برضك عمليه جدا، والنقشه اللي فيها اللمعه اللي فيها بتخليها ان هي تقدري تروحي بيها مناسبه مش خروجه عاديه كمان. انا هنا بعد ما خيطت اول جنب بقيس بقى الخياطه اللي انا عملتها المسافه بتاعتها قد ايه، عشان يبقى الاتنين فتحتهم بالظبط قد بعض، ما يكونش واحده واسعه وواحده ايه ضيقه. هنظبط بس القماشه عشان القماشه دي خفيفه فيها كريشه كمان، يعني نسبه الكريشه واحنا كنا هنعملها طولها اكتر من كده، بس اللي حكمنا الكريشه ان هي فيها مطه وعشان طريقه الخطوط بتاعت الكريشه. تمام. فاحنا كده بنحدد المسافه. والاول هنعمل ايه؟ هنعمل الخط اللي هو الطولي بس، هناخده ايه؟ احنا قسنا شبر، من عند الشبر هننزله لحد تحت على ما فيش يعني على مسافه اصغر. ليه؟ احنا فوق من عند الصدر او الوسط مش زي المنطقه اللي عند الجناب، فلازم تبقى نعملها على اضيق. فبص الفتحه هتبقى ايه؟ هتبقى كبيره وممكن ايه تبين او حاجه زي كده. فايه احنا هنخيطها، بس قبل ما نخيطها احنا قصينا الشريط البيه من الجزء الهالك اللي من البلوزه اللي قصيناه من ميل الكتف، عملنا كده شريط بالورب وهنلزقه على حركه الرقبه دايرين كده زي ما بقول لكم، اللي هو تركيب البيه العادي اللي انا بقول لكم عليه. بخيطها اول خياطه وبعد كده اروح مكففاها تانية جوه تانية. يعتبر كده بقول لكم البلوزه دي عندها اكتفاء ذاتي، ان هي مش هتجيبي حاجه من بره، يا دوبك اكسسوار بسيط لو انت لبستيه عليها زي ما هوريه لكم. ولو حبيت تعملها سواريه هقول لكم في اخر الفيديو ممكن نحط لها ايه، في اكتر من شكل ممكن تلبسها بيه. تمام. انا هنا هو خلاص خلصت البيه وهقص الزياده، وبعد كده هعمل لها الخياطه التانية اللي هي التجفيف. عايزه اقول لكم وانا بسجل دلوقتي بنتي شافت البلوزه وهي متعلقه على المانيكان، فقالت لي ايه ده، هي دي البلوزه انت بتتكلمي عليها هي اللي هناك؟ انا بحسب حوار كبير. لا هي بسيطه، بلوزه بسيطه ومن حاجه بسيطه، بس طريقه ان انا اشرح لكم ازاي تتعمل، فدي عايزه ايه مش تركيز شويه، عايزه ان انت تبقي واخده بالك ايه اللي بيتعمل. يعني هي حوار ومش حوار زي ما بيقولوا كده. انا كده خلصت البيه بتاع الرقبه، واجي بقى هنا اظبط الخياطه الايه اللي هي بالعرض اللي انا مخيطهاش في الاول. اقيس الاتنين على بعض واروح مخيطاها، ويعتبر كده البلوزه خلصت وهتشوفوها على المانيكان. فيديو بسيط وسهل بس عملي جدا ومهم جدا لاي واحده عندها حاجات
في الدولاب عندها ومستغنية عنها ومركونة، تجيبها وتشوف الافكار دي سواء مني او من غيري، حاجات جميلة جدا وعملية جدا. ادي هي البلوزة اهي، دي كده سادة خالص مفيهاش اي حاجة. عايز تحط عليها عقد شكل حلو من على رقبتك يبقى شكله جميل وطويل شوية، وادي الديل اهو فتحة عاملة فتحة بسيطة كده تمام. عايزة تعملي عقد زي ما بقولك براحتك. عايزة تجيبي اكسسوار زي اللي هوريهولك دلوقتي تحطيه على الكتاف، نديله ودة البلوزه لحاجه تانية خالص. ده عقدي بسيط، هو مش عقدي بصراحه يا جماعه، انا ما عنديش عقد بس انا لقيت عندي سبحه فقلت احطها كده يبقى شكلها حلو. بصوا بقى الاكسسوار ده طالع الجديد اللي هو الفصوص الصغيره، وتتحط كده على الكتاف بالطول او على فتحه الكمام، برضو بتدي شكل جميل جدا. ودي بقى اللي هتخلي سواريه على منطلون اسود وطرحه اي لون عشان هيبقى الطقم كله اسود، فبراحتك خالص. ادي اهي دي برضو السبحه يا جماعه. ايه رايكم في الفيديو؟ يا رب اكون قدرت افيدكم باي حاجه اقدر ان انا اعملها وما كانش على الحسبان والله الفيديو دون، بس حد قال لي اعمليه يبقى حلو وجميل وبسيط جدا واي حد هيعوزه. اشوفكم على خير والسلام عليكم.